ده برضو من ضمن الامور المهمه جدا اللي احنا بنطرحها، ان احنا عندنا في الاسلام الحشمه، الاصل ده، الاصل الشرع بيقول كده. لابسه كده ليه يا بنتي؟ محزق كده ليه؟ مفيش مخافه ربنا تحافظي على جسمك؟ مفيش خوف ربنا؟ دي الموضه وخوف ربنا. داخله الكنيسه بكامل زينتها، قال لها اطلعي بره يا خاطيه، ما تقدريش تخش الكنيسه بخطيتك دي. انا اتحدى اي واحد مسيحي ينزل بس كده يصور في حوش الكنيسه بس كده، شكرا، يصور بس في حوش الكنيسه. وانتوا ما بتشوفوش الشوارع ولا ايه؟ أم لستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ هو ده الثمر اللي جايين نقول بيه لربنا، احنا جايبين لك ثمر، نقينا عشان نأتي بثمر أكثر. هو ده الثمر، الخلاعة. في ايه يا جدعان؟ ما عندكم العذراء، ما تلبسوا زيها. بس طبعا كل الاشياء تحل ليه. وقال لك ان الكلام لينا طبعا، ده كلام لحد تاني. احنا لابسين حلو، المحزق ده مش محزق، والضيق ده لا ده مش ضيق، ده هي كده كويس، ده هو بيتكلم على حد تاني. خش شوفوا الافراح بتاعت بنات الكهنه، السيس ولا قمص، خش شوفوها هتلاقوا حاجه عار بصراحه. عار ليه؟ ما اصل كل الاشياء تحل ليه، ولكن ليس كل الاشياء طليق. في حاجات يعني ايه بالحب كده ماشيه.